تشقق الشفايف بيكون نتيجة أسباب كتير، عشان الشفايف مفيهاش غدد دهنية عكس باقي مناطق الجلد، فيحصل جفاف وتشقق في منطقة الشفايف. ويلا نعرف مع بعض أسباب تشقق الشفايف. سوء التغذية، نقص فيتامين بي، نقص نسبة الزنك أو الحديد في الجسم، تناول وجبات فيها توابل، عدم شرب كمية مناسبة من المية في اليوم، عدم الاهتمام بترطيب الشفايف، إزالة الطبقة الخارجية اللي بيكون فيها قشرة من الشفايف، التعرض لأشعة الشمس المباشرة، انخفاض درجة الحرارة بيأثر على الشفايف وعلى الجلد. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض أسباب تشقق الشفايف. وهنعمل النهاردة مع بعض سكراب بيساعد على ترطيب الشفايف بمكونات طبيعية تساعد في تنشيط الدورة الدموية في الشفايف عشان تكون كلها نضارة وحيوية. بصوا الجو الساقع ونقص الترطيب أثر على شفايفي. ويلا هنجيب مع بعض معلقة سكر يكون حبيبات السكر فيها صغيرة، ونضيف عليها معلقة زيت زيتون. بسم الله. ونقلب المكونات كويس. ويلا نحط سكراب بالسكر وزيت الزيتون على الشفايف واحنا بنعمل مساج لمدة دقيقتين. بسم الله. وهنسيب سكراب بالسكر وزيت الزيتون على الشفايف لمدة 5 دقايق وارجع لكم تاني. وده شكل سكراب بالسكر وزيت الزيتون. وهشيله بمنديل واشطف الشفايف بمية دافية وانشفها بمنديل او اي قماشة قطن. وبعد كده هحط كريم بيساعد على حماية الشفايف من الجفاف والتشققات. بسم الله. وبصوا بعد ما حطيت الكريم بقت الشفايف ناعمة وكلها نضارة وبسم الله ما شاء الله. وانصحكم لما تشتروا كريم ترطيب الشفايف تبصوا على تاريخ الانتاج وتاريخ الانتهاء عشان نحافظ على جمال الشفايف وتكون كلها نضارة ونعومة وحيوية. وعايزة اقول لكم ان كريم ترطيب الشفايف مهم جدا ايام الشتاء عشان درجات الحرارة القليلة بتسبب تشقق الشفايف. ولو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وشير للحلقة مع اصحابكم عشان يستفادوا. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. وسيبولي رأيكم لما تجربوا سكراب بالسكر وزيت الزيتون تحت في التعليقات. ولو في اي حد عنده سؤال يسيبه تحت في التعليقات وهجاوب عليه. وعشان القناة تكبر ويبقى فيها حلقات اكتر عايزين دعم ليكم للقناة. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض النهاردة اسباب تشقق الشفايف، وعرفنا كمان ازاي نعمل سكراب بالسكر وزيت الزيتون عشان نساعد على حماية الشفايف من التشققات عشان تبقى الشفايف جميلة وكلها نضارة ونعومة وحيوية بفضل الله.